مين اللي مش مفروض يعمل القلبين التوأمين؟ اول حاجه مرضى ضغط الدم، تاني حاجه اللي عندهم ميه الزرقاء في العين لان ضغط العين مش بيبقى مظبوط، المدخنين مش مستحب يعملوا. ليه؟ لان شكرة القلب الاماميه والخلفيه احنا بننشطها وهي بتبقى جدا جدا عنده ملوثه، فممكن يحصل ضيق في التنفس، يحصل حاجات زي كده. فهو المفروض ان هو ينظف شكرات القلب الاول الاماميه والخلفيه وبعد كده يعمل القلبين التوأمين. طيب قلنا مرضى الضغط، مرضى القلب كمان، لان انا لما بنشط شكر القلب فده ممكن يضر اللي قلبهم ضعيف وحالتهم مش مستقره. الاطفال هم في بعض، يعني هو بص هم كانوا بيقولوا لحد 18 سنه، وفي يعني هم اجازوها لحد 16 سنه. تحت 16 سنه ما يعملش القلبين التوأمين. ليه؟ لان الطاقات بتبقى ممكن تكون قويه جدا على شكراته وعلى هالته فمش هيتحملها. خلاص يعني الاطفال كبار السن اللي تحت 16 سنه ما يعملهمش. مرضى ضغط الدم، المدخنين بشراهه، اللي عندهم ميه زرقاء، كمان كنت هقول حاجه كمان، اللي بياخدوا والعياذ بالله مخدرات، او طبعا دول اصلا مش هيلجأوا للتأمل، بس انا بقول يعني مخدرات، او بيشربوا خمرة، او بياكلوا لحم خنزير او كده. ليه؟ لان الجسد الطاقي عندهم بيبقى جدا 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 ملوث. فبيحصل ايه لما تنزل الطاقات الالهية دي؟ مش بتمشي، مفيش مسارات تمشي فيها لان الجسد مش كويس. فبيحصل ايه؟ بيحصل احتقان طاقي شديد، وممكن يحصل اعراض ملهاش لازمه.